ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الحمام محشي بالفريك بطريقه ولا اسهل من كده. الحمام زي ما انتوا شايفينه كده. شكله يشرف طبعا على السفره لو انت عندك ضيوف او حتى هتقدميه لولادك. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا واطعم الف مره من بتاع المطاعم، وطبعا بنظافه ست البيت. وزي ما انتوا شايفين كده الحمام بسم الله ما شاء الله شكله شهي. اهم حاجه هننزل نضغط اللايك وهنشترك في القناه ونفعل زر الجرس على الكل علشان نتفرج على كل الفيديوهات. وبعد كده ان شاء الله نبتدي ونسمي الله ونشوف الفيديو بتاعنا او الحمام بتاعنا الجميل ده اتعمل ازاي. هقول بسم الله. انا عندي الاول الطاسه دي كان فيها لحمه معصجه، هركنها على جنب كده في بوله علشان هعمل جنبه بشاميل او جلاش او اي صنف انت حابه تعملي جنب الحمام. تمام، بس الفيديو بتاعنا النهارده حمام وبس. هركن اللحمه المفرومه كده على جنب، وفي نفس الطاسه وانا مشغله النار عندي ربع كيلو من الفريك غسلاه ومصفياه، وهنزل بيه كده على الطاسه زي ما انتوا شايفين كده من غير اي ميه ومن غير اي سوائل. هنحط بس معانا حبه ملح وحبه فلفل مش اكتر من كده، وشويه زيت او زبده اللي متوفر عندك. هفضل ادن بقى كده في الفريك بتاعي كاني بحمر رز، ومش هحط له اي ميه. تمام، عندي الفريك بتاعي خلاص لدنته. عندي بقى الحمام بتاعي زي ما انتوا شايفين كده مغسول ومتنضف وزي الفل. بصوا الجزء اللي هو اللي عند الصدر دوت مفصول كده من الجلد. هحط معلقتين في الحمامية نفسها ومعلقتين تحت الجلد، يبقى مش هنحط اكتر من كده، معلقتين تحت الجلد ومعلقتين جوه الحمامية. وهنقعد نزق كده بايدينا او بصابعنا الكبير الفريك لرقبة الحمامة. تمام، هنعمل واحدة كمان كده بايدينا. بصوا بزق الفريك بصبعي كده لغاية رقبة الحمامة من قدام بالشكل ده. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي، وتعالوا بقى ايه نقفل الحمام بتاعنا. هنقفله بخلة سنان كأننا بنخيط كده قماش بإبرة كده بنفس الطريقة. والرقبة بتاعته يا جماعة ما بتتقفلش، هو مجرد ما بينزل في المية المغلية بتتقفل لوحدها. بس انا كده ايه هنظم بس الفريك في رقبة الحمام. يعني افرده. عندي بقى مية على النار مغلية فيها لور وحبهان ومستكة وبصلاية، وبعد ما غليت بنزل بقى بالحمام بتاعي، بنزل بالكمية كلها وبستناه يغلي. واول ما بيغلي بهدي عليه النار علشان الحمام بتاعي ما يفرقعش ولا يفتح ولا يطلع مني الفريك بالشكل ده. وطبعا بعد ما بيستوي بحط له ملح يا جماعة وبطفي عليه. بطلعه بقى في مصفى صفيه واشيل منه الخلة ديت. بصوا ولا فرقع ولا طلع مني ولا طلع منه الفريك ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله زي الفل. هنشيل بقى بصوا الجناح بتاعي في حتة كده في الجناح رفيعة قوي هتخلص منها علشان عايزة الصدر بتاع الحمامة يتحمر ويديني لون حلو معايا. بس كده خلاص. بفرشة بقى سيليكون وشوية دبس رمان هلمع بيه الحمام واحطه تحت الشواية. تقدري ان انت تحمريه في شوية زبدة وشوية زيت على النار لو انت مش حابة تحطيه تحت الشواية. لكن انا الطريقة دي بتريحني وبتدينا نتيجة حلوة جدا وفي نفس الوقت سريعة، وطبعا بتبقى صحية كتير غير ان احنا بنقليه في الزيت او السمنة. بالشكل ده هنحطه بقى تحت الشواية هياخد معايا لون جميل، وهتشوفوه دلوقتي عند التقديم بالمنظر ده. بصوا حلو جدا، ولا قلينا ولا طرطشنا على البوتاجاز، واداني لون حلو جدا. وزي ما انتوا شايفين بقى كده حاجة تشرف. لو احنا بقى عندنا ضيوف، عايزة اقول لكم لو احنا في المطعم بنجيب الحمام اصغر من كده، والواحدة بتبقى بتمن 2 من اللي احنا بنعمله في البيت. ادعموني بقى بلايك وبكلمة حلوة واشتركوا في القناة تشرفوني طبعا، وفعلوا الجرس على الكل عشان تتفرجوا على كل الفيديوهات. مع السلامة.